بكم في صفحة كرساني سكول لتعليم السياقة. دائما نواصلوا السلسلة تاعنا. دروك نهضروا على هذه الإشارة اللي هي عمود تقاطع الطرق الأولوية لليمين. هذه الإشارة تقول عمود تقاطع الطرق الأولوية لليمين. هذه الإشارة غادي ما يحطوهاش في وسط تقاطع الطرق في الكارتشوما، يحطوها قبل ما نوصل لتقاطع الطرق ب50 متر ولا 150 متر. انا كسائق راني نمشي وتلاقيت هذا العمود تقاطع الطرق الاولويه اليمين، نفهم باللي غادي لقدام نصيب انترسيكسيون، سما نتاخذ الحذر تاعي. وإلا وصلت للانترسيكسيون وما جبرت فيه حتى اشاره، احتمال ما نصيب حتى اشاره، ني ستوب ني سيدي لو باساج ني حتى حاجه. هنا نطبق نظام الاولويه لليمين. وإلا عاود بعد هذا العمود وصلت لتقاطع الطرق في حالة واحدة أخرى وجبرت ستوب ولا سيدي لو باساج، كيفاش نتصرف؟ ما نطبقش الأولوية اليمين، نطبق ستوب ولا سيدي لو باساج. صاي سما هنا هذا العمود يعني راه خبرني بلي كاين تقاطع طرق، وخاصة هذا العمود تقاطع الطرق الأولوية اليمين يحطوه في التقاطعات اللي تجي شغل التقاطع انترسيكسيون يجي في مرتفع كاتشوما يجي في بلاصة عالية. باريزون كاتشوما بربعة تاع الوطا يجيو طالعين، غادي كي يوصلوا يصيبوا انترسيكسيون في العقبه، ما يكونش باين بلي كاين انترسيكسيون لقدام. صاي ولا كان كاين ستوب يطبقوا ستوب، ولا ما كان حتى اشاره يطبقوا النظام تاع الاولويه اليمين. والسلام عليكم.